السلام عليكم. ما تيجوا كده نعمل مع بعض عشة بالخشب لو هو متوفر عندكم، احسن من الصاج او الجبلون، علشان الصاج او الجبلون بينزل السخونية او الشمس كلها على الشقة تحت. في البداية احنا عندنا هنا ميول الخشب، احنا حطينا العرق اللي هناك ده خالص ورفعنا زي ما انا شاورت لكم كده بالاخضر. رفعنا الميول علشان تنزل المطر في اتجاه معين، يعني هتنزل. احنا رافعين هنا بالوشوش دي، ده وشاش باب كان ابو ايه عاملها، فاحنا رفعنا بيها على اساس يبقى الميول هنا نازل هنا على الحمام الفاضي ده او على ماسورة الصرف دي. الارتفاع اللي في الاخر هناك في الزوايا ده علشان الميل يطلع يرمي على قدام. الخشب منظم ومرتب طبعا، كل الكبير وبعدين القصير وبعدين الصغير، علشان ما تتعبوش في الشغل، يعني يكون الشغل قدامكم منظم ومرتب. بمنتهى السهولة طبعا هنعمل عشة جميلة وتطلعوا انتوا شخصيا تتنططوا عليها فوق، يعني عشة جامدة تعيش معاكم. في البداية معانا عرقين او 3 هنحطهم كده متفرقين عن بعض. ابو ايه اهو بيبدأ بقى ان هو يحط الواح الخشب ويدقها على العرقين، بيدق المسامير من الناحيه دي ومن الناحيه دي بيثبت الواح الخشب على العرقين. انا بتجدعن معاكم لان الفيديو اطول من كده بكتير وخد وقت طبعا. يقول لكم باي اهو حطوا له لايك بقى علشان تشجعوا. فيديو جميل جدا جدا وهيعجبكم جدا، ده علشان التربية السليمة والله العظيم. يعني انك تربي في عشة متعرشة بالخشب احلى بكتير من انك تربي في عشة متعرشة بالجبلون او ايا كان يعني. باي باي، بقول لكم باي، سلموا عليه واعملوا له لايك. الخشب ده اصلا كان عندنا وطبعا خرجنا منه المسامير وعملنا لها استعدال. لو هو مش فاضي يعني بيعمل حاجه تانية، ممكن تعدلي انت وعيالك كده، يعني اقعدي عدلي في شويه المسامير يعني كمساعده او علشان الشغل يخلص اسرع. فهو يعني ما شاء الله هو فيه البركه، يعني عمل اهو نص العشه قدامكم. طالما حطيتوا العرقين بانتظام او منظمين بتقدروا تمشوا عليهم بالالواح الخشب كده وهتشوفوا عامله زي السفينه في النهايه. بصوا بقى الحته دي يعني فنان، يعني هي العرق ما جابش الالواح الخشب قصيره، فاضطر يدي الزياده دي، الحته دي الصغيره دي، علشان الالواح الخشب تطول لما تتحط على العرقين، تطول من ناحيتين. شايفين بقى الميل؟ شايفين الميل من هناك ومن هنا، يعني من الناحيتين اللي هم في الطروف، في النص كده نازله لتحت شويه، عامله زي السفينه. وطبعا في ارتفاع من هناك من الاخر اهو، فعلشان يرمي على قدام. وهتشوفوا كمان لان الفيديو من البدايه للنهايه من الالف للياء، يعني كل حاجه موجوده في الفيديو، حتى كهرباء المكان، الكهرباء حاطين النور والاضاءه وكل حاجه، يعني هتشوفوا دلوقتي معانا. تابعوا معانا الفيديو علشان تعرفوا ازاي تعملوا عشه منظمه ومرتبه زي دي. باقي الحته اللي هي المفتوحه اللي هناك دي تتساب كده؟ لا طبعا، احنا عايزين نقفلها كلها، ما نخليلهاش ايه. شايفين العشه عامله ازاي؟ شايفين الميول اهي، العشه من تحت اهي وانا فوق، ودي الحته اللي لسه مفتوحه لسه هنخلصها. الميول اهو في النص، او اي حته مفتوحه من فوق، هو طالع عمل لها سدايب كده صغيره، يعني حته خشب صغيره كده ومسمرها على اساس ما يبقاش فيها حتت مفتوحه خالص. وهنحط كمان مشمع في النهايه علشان يبقى الشكل في الاخر الدنيا كلها منظمه ومقفوله، ما تبقاش حته تدخل اي حاجه من اي اتجاه. هنكمل معاكم بقى هنا تحت اهو علشان اوريلكم الحته اللي اتقفلت ازاي. انا بوريلكم برضو كل شويه عماله بجيبها من يمين ومن شمال علشان تشوفوها هي ازاي فيها ارتفاع من جوه وميول من قدام علشان ترمي في المطر. وهتشوفوا برضو لما شوفوا بقى الفن برضو هنا، يعني لوح خشب على الجدار وحط عروق اللي هي الالواح الخشبيه دي، وعمل لها سدايب من تحت علشان تبقى ماسكه في الالواح وتمشي منتظمه مع السقف. هنا بقى هنعمل العتبه الجميله قوي دي، هتشوفوها دلوقتي هتبقى عامله ازاي. احنا طبعا عملنا عروق في داير اهو على الباب، وحطت لها مثلا الخشبه دي عشان تبقى سانده، علشان ما يملش او تقب الخشبه من يمه يعني وتسيب يمه تانية. هنا حط العتبه اهي علشان هيدرب لها دلوقتي شويه. دي كانه
هي بديل الكانه، هو حاططها كده يعني ما معهوش يشتري كانه طبعا، زي ما وفر الخشب علشان هو موجود عنده وطلع منه المسامير واستعدلها، مفيش يشتري كانه، فعمل المفصله دي زي الكانه، يعني حاجه تقفش في الباب وتبقى ثابته. يعني هنا ضرب اهو زلط على رمل على اسمنت علشان يعمل العتبه. شويه دول بس علشان هتشوفوا دلوقتي يعمل بيهم ايه. هيسد بيهم الكانه اهي، سد بيهم الكانه خلاص. دي اسمنت على رمل بس، مفهومش زلط. الزلط علشان العتبه. هوريكم العتبه دلوقتي هتطلع تحفه، شكلها جامد جدا. الاول سقاها ميه وعمل لها سدها من الناحيتين. الماسوره اللي انتوا شايفينها الخضره دي علشان لما ننضف الاوضه، دي برضو الاسمنت اسمنت مع رمل. الماسوره اللي انا وريتها لكم دي علشان لما ننضف الاوضه هنخرج الميه من الماسوره، زي ماسوره كده تخرج الميه بره، يعني يبقى فيه نظام ونظافه. ما نقعدش نمسح بحاجه جوه او نشيل ميه او حاجه، لا هنقدر ننضفها. لان ما بين كل دوره تربيه والتانيه في تعقيم. مع التعقيم بنعمل بكلور او فينيك، وبعدين نغسل الاوضه كويس جدا ونخرج الميه بره. شايفين هنا رمى الخرسانه اهو، اللي هي اسمنت وزلط ورمل. وطبعا لازم يعمل لها كده زي ايه ننزها. القصد ان احنا يعني نهز الاسمنت كده كويس باي حاجه خشبه او بالمسطرين او باي حاجه، على اساس ان ما يبقاش في مخرعه، يعني ما يبقاش فيها حته مهويه وحته مكتومه، يعني تبقى كلها بسوى واحد، تطلع مستويه تماما ومظبوطه تماما، ما فيهاش حته ايه فاضيه. شايفين قطعه شوكولاته اهي تحفه جدا. والله العظيم فيديو جميل جدا جدا جدا، بس ايه تابعونا للاخر. هنا هو بيدرب، شوفوا هو بيلعب، هو كده بيلعب يعني بيقول لي شوف الحركه دي، وبعدين ايه فتح كده الاسمنت وهيخرج لكم الميه دلوقتي زي ما يكون بسين. لازمتها ايه بقى ما اعرفش. المهم هو درب دي علشان هنقفل برضو بيها الباب من بره، وهتشوفوا دلوقتي هنعمل بيها ايه. المفروض من يعني اهو شايفين تقفيل كل حته على اساس ما يدخلش هواء، ما يدخلش حشرات، ما يعني نظافه من كل حاجه، تبقى الاوضه محكمه من فوق ومن تحت. تابعوا معانا الفيديو، ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه، دعم منكم يا حلوين، بس عشان خاطر ابو ايه، يعني اللايك بتاعكم والتعليق الجميل، بس عشان خاطر ابو ايه اول مره يعمل فيديو ويظهر كده على القناه. يعني التدريبه بقى الكبيره اللي هو عملها دي، عمل بيها سد بيها الباب من بره، وهنا كمان هنعمل الشنايش دي كلها اللي هي المفتوحه دي علشان برضه تبقى كلها محكمه ومقفوله. طوب، حته طوب صغيره قفل بيها المكان وبيسد عليها بالاسمنت، لان احنا قايلين لكم شايفين الخشب اللي فوقه دي، شوفوا فوق الشنيشه دي كمان، دي كانت مفتوحه كلها اتقفلت داير اهي من تحت كلها مقفوله، والشنايش كلها هتتقفل، ومن فوق لو فيها حته مفتوحه كمان هتتقفل، علشان عايزين نسدها خالص. تاني يوم هنا شلنا الخشب اهو، شايفين الماسوره كمان بحاول اجيبها لكم اهي. الماسوره دي مفتوحه من الناحيتين، ادي ناحيه وادي التانيه، على اساس لما نغسل الاوضه نخرج الميه بمنتهى السهوله. قربنا نخلص الخشب تقريبا، خلص هو عموما، يعني ما عادش مش محتاجينه في حاجه، احنا خلاص خلصنا اهو الاوضه، سقف الاوضه كله تمام من الخشب. انا بوريها لكم اهي من بره ومن جوه، اوضه منظمه ومرتبه، وهتشوفوا دلوقتي في النهايه خالص قد ايه هي نتعب عليها واتعمل فيها شغل مظبوط تماما. اهو شايفين كده من فوق قفلها خالص اهي، سدها خالص داير. هنا بقى هنيجي لحته الكهرباء، دي شغلته يعني، دي سكته يعني. دي كمان فكره للي بيعمل كهرباء علشان ما يتعبش، بيعمل بالصاروخ يحدد، وبعدين بالمفك او باي حاجه بينزل اللي هو حدده. يعني سهله جدا وبسيطه، بحيث ان الكهربائي او اي يعني حد بيعمل شغل في بيته ما يتعبش. خلاف الدق بيطلع يشوه شكل المكان، ما بيطلعش منظم. يعني شايفين شكله منظم ازاي ومساوي مرتب. بالصاروخ يشق الحته اللي هو عايز يدخل فيها الماسوره اللي هيدخل فيها الكهرباء، وبالمفك ويبدا يسلكها. سهله جدا وبسيطه. هيبدا ان هو يسقي هنا ميه ضروري طبعا علشان الاسمنت يقفش، بنسقي الحاجه الاول ميه. شايفين الخوابير دي
او اسمها ايه يعني اقول ايه، علب خشب، علب خشب مفتوحة من الأربع اتجاهات، على أساس إنه يسلك فيها الماسورة اللي هي البلاستيك دي يدخلها. هي مفتوحة تقريبا كده من الست اتجاهات يعني، فبيدخل بقى الماسورة اهو البلاستيك دي. آه بيبدأ يعني أنا جايبه لكم كل حاجة اهو، علشان شايفين هنا هيتحط فيشه، ويعني قولوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، ودعوه حلوه جميله من قلبكم كده لابو ايه يا جماعه، عشان هو بصراحه تعب في الاوضه دي. احنا كنا بنساعد بسيط لان كنت بصور، ف يعني ما ساعدتش المره دي كويس يعني، بس على قد ما قدرت يعني معاه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، كتر خيره ان هو عمل الاوضه الجميله دي علشان دخلت رمضان. كل سنه وحضراتكم بالف خير وصحه وسعاده يا رب. هنربي فيهم فرختين، وهتشوفوا طبعا تربيه الفراخ في الاوضه دي هيطلع عامل ازاي، لان الاوضه مجهزه من كل حاجه. حط العلب بتاعه الكهرباء هنا اللي هيحط فيها طبعا السلك نازل اهو، اللي هو الماسوره البلاستيك دي، ده هيدخل فيها السلك. اللي حابب يشوف نظام الكهرباء ده تمام، مش حابين خطوا الحته دي. لو انتوا حابين تعملوا العش الخشب بس، وانتوا عارفين ان انتوا هتدخلوا لمبه سايبه كده، تمام مفيش مشكله، مش مهم ان انتوا تشوفوا حته الكهرباء دي. لو هتعذبكم او مش حابين تعملوها مفيش مشكله، خطوا الحته دي. بيسلك اهو الماسوره وبينزلها وبيحط العلب، علشان العلب دي اللي هيدخل فيها برايز الكهرباء علشان هيعمل هنا بتاع ده نور ومروحه وشفاط، لانه اوضه كبيره خساره ومجهزه من كل حاجه علشان التربيه تطلع سليمه ونظيفه. الفقره دي جت طويله شويه حته الكهرباء، بس اذا مش حابينها يعملوها تخطي مفيش مشكله. هنشوف مع بعض الباقي دلوقتي. هو هنا عمل اهو، اللي فاهم في الكهرباء بقى يعني هياخد باله. العلبه دي البواط، هو اسمه بواط يعني، العلبه دي بيتحط فيها الماسوره من الناحيه دي ومن الناحيه التانية، لازم يسقي علشان الاسمنت يقفش معاه. وهنا لازم يعمل له الخطوط دي مش كشكل بس، لا علشان كمان لما تيجوا تدهنوا او تغفقوا الحاجه تقفش، ما تبقاش الحاجه ملساء كده فما تقفش عليها. انا قلت له حط الشرط دي، بحبها شكلها بيبقى حلو في الاخر. جميله منظمه مرتبه، تعب عليها حقيقي. اوضه للتربيه ولا اروع من كده، وهنشوف مع بعض في النهايه الاوضه شكلها عامل ازاي. انا معاكم وبتاسف جدا ان الفيديو طويل، بس هو من الالف للياء يا جماعه، من اول ما عملنا يعني من كانت الاوضه فاضيه خالص. وهتشوفوا دلوقتي داير الخشب ده حط فيه مفصله من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وانا هوريها لكم من جوه دلوقتي. ده هيقفل الحته الصغيره دي بس يعني خشبتين، والباقي ده هيبقى سلك على اساس تبقى فيها تهويه. انا دخلت بوري لكم اهو، دخلت جوه بوري لكم. دي الخشبه اللي هي في قلب الحيطه اللي عمل فيها الكانه وشبطها في الحيطه كويس جدا. ودي الخشبه اللي قصدها اللي ركب فيها المفصله من الناحيه دي ومن الناحيه دي. بقى باب من فوق مفصله ومن تحت مفصله اهو كده، بقى باب. هو كده بقى باب اهو، بفتحه قدامكم اهو داير خشب، والحته الصغيره دي داير برضو، وحطها بمفصلات، مفصله فوق ومفصله تحت. خلاص كده بقى جميل جدا اهو. حتتين الخشب اللي تحت الصغيرين دول، والباقي سلك عشان يبقى فيها تهويه. ومن فوق قفلها خالص اهي، مفيش غير حته الباب الصغيره دي بس، التعديه واسعه جدا وباب كبير يعني. قفل الحته دي عشان ما يبقاش كل ده سلك، لان مفيش، كل حاجه قديمه وموجوده في البيت. عمل لها مسمار اهو، انا بفتح علشان ندخل جوه نشوف الدنيا فيها ايه. مفيش ما فيش حاجه اشتراها. عايزه اقول لكم ان ما فيش حاجه اشتراها، كله متوفر عنده من البيت يعني. اي حاجه قديمه عنده تمام، حد مش محتاج حاجه يعني اهو، يعني لم الدنيا يعني هي عشه مش مكلفه بما ان الحاجه موجوده عندنا يعني. ده داير كمان حته خشبه علشان نقفل دي. ده الشباك التاني اهو، احنا قفلنا فوق خالص وادي الباب كمان اتقفل. يلا الشباك بقى علشان نركب الشفاط. عايزه اقول لكم ان الشفاط اهو بيزقوا اهو عشان يظبطوا النص اللي فوق ده هيتركب فيه الشفاط. واللي تحت ده هيبقى برضو سلك. بوري لكم الدخله كده من جديد. انا فتحت اهو ركب مفصله، فلازم اوريها لكم. ركب مفصله، دخلنا جوه الاوضه وفي ترباس كمان داخلي على اساس لما ندخل ما نبردش الحاجه اهو. مقبض وترباس جميل جدا.
كل حاجه منظمه كانه بيعمل حاجات للشقه بالظبط. ادي الزراير اللي عمل فيها الكهرباء اهي، والفيشه. عايزه اقول لكم ان الشفاط ده سلك اهو. عايزه اقول لكم ان الشفاط ده من اول يعني اقول ايه ما اتجوزت يعني، بس كان هو حركته ضعيفه فركناه، يعني قديم جدا ودلوقتي جه وقته ان نقدر نستخدمه. يعني يا جماعه كل حاجه كانت موجوده، ما اشتريناش وما كلفناش. شفاط جميل جدا، اتظبط واتغسل واتحط زي ما هو. يلا بقى على خطوه المشمع علشان نبقى قفلنا الاوضه خالص من تحت ومن فوق. هنركب المشمع ده طبعا اللي اشتريناه ده اللي اشتريناه بقى يعني. علشان انت مكلفه، ما ينفعش ان انت تسيبي الحاجه كده مفتوحه. هنفرده على السطح، وهنحاول ان احنا نثبته ببلاط او بطوب او بخشب ايا كان. المهم ان احنا نثبته. انا بقول له شكرا يا معلم شكرا انك تعبت في العيشه. بقول لكم باي، حطوا له لايك ما تنسوش. هنا الحته اللي كانت مفتوحه في الجنب فيها سلك اهو، انا قلت له لازم اوريها لهم انت ازاي عملتها ودبستها كده، وانا دي ما شفتهاش وهو بيعملها. حط حته سلك كانت قديمه عنده، دي ستاره برضو قديمه جدا اتقطعت جدا من الشمس، فما برميش، انا بركن الحاجه لوقت عوزه. بقول لكم باي وحطوا لايك. انا بركن الحاجة عندي لوقت عوزة. طلعنا الستارة القديمة وحطيناها برضو على المشمع. هنا انا بوريكم الميول عمل ايه. شايفين الميول؟ شايفين المية جت فين؟ جت في الحمام. عند الماسوره اللي تحت. هنا الحوض ده كانت جاره بترميه عشان مشروخ، فليه يعني برضه ما اشتريناهوش يعني هو كانت بترميه علشان مشروخ، قلنا طيب ليه لا ما نحطه جنبنا هنا. وقلنا حنين والبنات ما شاء الله يعني كانوا بيدهنوا لي ترابيزه وكده. يعني لو سامعين صوت المطر بره دلوقتي، فيديو معاكم من الالف للياء يا جماعه. فيديو منظم ومرتب ما شاء الله يعني. هنا الجو برد جدا، فابو ايه برضو يعني حب يقفل السلك ده عليهم اهو، وعملوا بكباسين اللي هي دبابيس الضغط. انا بفتح وداخله جوه اهو علشان اوريكم ان احنا برضو جبنا شويه فراخ عشان رمضان زي ما قلت لكم. كل سنه وحضراتكم بالف خير وصحه وسعاده يا رب. قفلت الترباس دي الكرتونه اللي جبنا فيهم الفراخ، وهنا الكتاكيت اهي انا جايبه شويه ابيض على شويه اللي هي ستاسو. بعد 10 ايام او 15 يوم هنبدا نفصلهم عن بعض، وبندخلهم طبعا على محلول معالجه الجفاف من الصيدليه. دي الحته الوحيده اللي كانت مفتوحه هي اتقفلت خالص وباسمنت كمان، ما عادش اي حته مفتوحه في العشه كلها داير وفوق كمان. وتابعوني نربي مع بعض الفراخ. مع